بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب، وعلى أسرتكم وحبايبكم وحبايبنا كلكم بخير يا رب. اوريكم عزومتي بس باختصار يعني. طبعا الطبق اللي قدامكم ده فيه ليمون وفيه جنزبيل وفيه برتقان وفيه كوباية ملح وكوباية سكر. هو مش كوباية كوباية، كاسة كده، كاسة كاسات كده صغيرة، ملح وسكر ودقيق وليمون وبرتقان. دول حبة قرنفل بنتي حطيتهم في الآخر، فلفل اسود حصى، جنزبيل، عود نعناع. كل البتاع دي حطينا لهم الخلطة التحفة دي. طبعا انتوا فهمتوا ان هعمل بط ولا هعمل رومي ولا هعمل ايه، صح؟ فده يا حبايب قلبي ديك رومي. احنا حطينا المية بتغلي عشان خاطر تنزل نكهة والعصارة والزيوت الطيارة والحاجات الجميلة اللي فيهم. كان لازم مية بتغلي. سيبتها لما المية بردت خالص، وبعدين زودناها مية طبعا عشان يقضي الديك. و... ورحت عاملة البصل بملح وفلفل مرتة يعني كده. وطبعا تدهني بقى جوه وبره. بعد ما قعد بات ليلة كاملة في المحلول اللي انتوا شفتوه لأول مرة ده، طلعناه منه، اتشطف وتصفى. ده اهم شيء. وتحطيه في صينية كده وتعملي له بقى المرتة دي، تدعكيه كده بكل من تحت الجلد وعند الرقبة. وماشي حبايبي. فهنعمل له ايه، نسيبه بقى كده ساعة عبال ما نحضر بقية الحاجة. طبعا تحطي في الكبة بصل وجزر و... ويتفرموا حلو طبعا، فرمة كويسة زي ما احنا عارفين كده. عزومات الكبيرة كده. طبعا انا عاملاها لكم باختصار، مش جايبين اي حاجة الا هو الرومي بس، عشان طبعا انتوا فاهمين اليوم ده بيبقى لخمة على الناس ازاي، والعزومة والناس اللي جاية، وفي تحضيرات كتيرة قوي بتتعمل، وفي عصاير، وفي سلطات، وفي ومحاشي والحاجات دي. احنا بقى ايه، ما عملناش كل ده. فباختصار يعني، لان الفيديو لو عملناه هيقعد ساعة، وطبعا مش عارفة. بعد الخلطة دي ضربنا طماطم برضو، وهتحطي برضو شوية البهارات بتاعتك. هي البهارات: فلفل اسود، جنزبيل، قرفة، شوية كزبرة، كمون، كل البهارات، بابريكا. بصوا انا مش عارفة ايه اقول لكم، كركم، كاري، كل اللي عندك في البتاع ده. شوية زعتر، ملح طبعا، فلفل اسود، ولا قلت ولا ما قلتش، شوية شطة بس بسيطة عشان اللي مش بيحب الشطة ما يبقاش حامي قوي. وهاتي بقى اللي عندك كله. طبعا انا قلت فلفل، وده الفلفل اهو. هنحط بقى 2 كوباية زبادي او واحدة كبيرة برضو عليهم، على الخلطة الجميلة دي. شوية كاتشب، صوص الباربيكيو، صويا صوص، مستردة، آه، دبس الرمان. طبعا احنا مش هنحط عسل ولا حاجة، لان هو فيه الدبس بيبقى فيه طبعا. اهو شوية مستردة برضو بتدي طعم جميل. الخلطة دي تحفة تحفة يا جماعة. معلقة صلصة كبيرة غير الكاتشب اللي احنا حطيناه في الاول. عصير برتقانة كده ولا برتقانتين على حسب يعني اللي موجود عندك. مفيش، حطي عصير ليمون، حطي خل. هي لسه هنحط خل طبعا. كل سنة اهوش الخل اهو. طبعا العزومة وطبخ الديك الرومي يعني عايزين نوديه لشيف بره يعملهن، قال 1000 جنيه. فطبعا عشان الاستغلال، واحنا طبعا شيفات يعني ما عندناش استعداد ولا الفران العالية، بس برضو الحمد لله ربنا ايه قدرنا. بصل بقى وبطاطس، بصل قوارمة كده وبطاطس مكعبات. تحضري بقى الحشوة دي وجزر عشان تحطيها جوه الديك بدل ما يبقى فاضي يعني، وبتدي طعم جميل وتست عالي قوي 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 ما اقولكوش يعني. فاهمين؟ فالخلطة دي برضو تقطعي عندك كوسة، حطي عندك حاجة، حطي معلقة برضو من الخلطة اللي احنا ضربناها قدامكم دي.
معاها برضو اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا بندهن الرومي من جوه بالخلطة اللي احنا عملناها الجبارة دي، تحفة دي اساسا، تحفة. يعني مش قادرة اقول لكم والله على ريحتها وعلى طعم الرومي كان عامل ازاي. الف هنا وشفا عليهم يا رب، وعقبال كل سنة وكل حبايبنا يا رب. وما تكسليش وما تستكبريش الموضوع، والموضوع بسيط جدا. وانا كنت يعني انا استكترت ال1000 جنيه طبعا. بس كانت هتيجي برز وكده، بس انا عملت الرز البسمتي تحفة. وانا يعني نمبر 1 في البسمتي، يعني مش بشكر في نفسي والله، كل العيلة اللي قالوا كده. ماشي. بص الدهن الجميل ده، كل ده زائد ان هو بايت في محلول تحفة، يعني مش قادرة اقول لكم طعمه كان عسل ازاي. زي ما انتي شايفة كده. ماشي. ان شاء الله لو عجبتكم بقى العزومة دي او عجبكم الديك الرومي، اخص انا مصوره لكم الديك الرومي بس. بالنسبة للديك الرومي، ان هو مش ابيض يا جماعة ولا مزارع ولا اي حاجة، ده ديك بلدي متربي عند اللي انا شارياها منها، وهو حوالي 8 كيلو. فده طبعا عشان كده هم قالوا 1000 جنيه عشان هو 8 كيلو. وبنتي راحت حاطه بقى برتقانه بحالها قالت تسد بيها يعني البتاع. وطبعا نحطوه في الكيس الحراري و... ونخرم الكيس ونحطه في الفرن في صينية، والصينية فيها مية بتغلي، وتحطي خل في الصينية عشان متسودش، ورقة لوري، ورقتين 3 لوري كده، وزعيهم في الصينية وحطيه يا ستي في الفرن ونسيه بقى. أخد حوالي 6 ساعات، النص كيلو 4 ساعات ونص أو 6 ساعات، مش عارفة والله، يعني أنا نسيت. بس هو بصراحة استوى لدرجة ان القشرة من فوق احمرت بطريقة مش معقول كده، ما كانش ينفع يطلع لانها لسه ني، فسيبناه تاني. طبعا انتوا فاهمين بقى الحاجات اللي بتبقى جنبه ده رقاق يعني انا خدت لكم صور كده سريعة يعني عشان انتوا فاهمين اللخمة بتاعت العزايم. هنعمل صلصة الدقوس، بتتعمل مع المشويات وبتتعمل مع البسمتي، رز البسمتي، اللي هي كزبرة وتوم وطماطم وخل وليمون وهريسة شطة، فاهمين، وملح، وتضربيه بقى في الكبة. طعمه حكاية ما اقولكيش عليه، الصلصة الدقوس دي لا يعلى عليها يعني. وخلوا كده، وطبعا ضربناه في الكبة وحطيناه في اطباق اهو زي ما انتوا شايفين. قلبناه وبعدين هنوزعه بقى في اطباق وكده. المهم لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسونيش في الدعوة الحلوة اهم شيء بالله عليكم. ولو عجبكم تقولولي، محدش يبخل عليا بالتعليق عشان أنا بحب التعليق، بيفرحني وبيسعدني جدا. كل سنة وانتم طيبين. اهو شفتوا صلصة الدقوس دي، بصوا الديك خلاص هو استوى على الاخر، وهو ما القشر ده ممكن نشيله ما يترمى مفيش مشكلة. بس هو كده احنا سويناه على الاخر على الاخر يعني. مين حطينا بقى على الصينية بقى، انا غرفت لكم يعني، انا ما صورتش الرز لان انا عاملاه معاكم كتير قوي البسمتي بس وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك. بصوا بقى الجمال والحلاوة والمنظر التحفة. بس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصوا بقى، يعني انا سلمت عليكم بس نسيت اقول لكم ان احنا عملنا لوز محمر، حطيناه طبعا في سمبوسك وحاجات كده، فاهمين. يعني احنا جبنا الصينية كده بس باختصار والله، لان انتوا فاهمين التعب بيبقى في العزومة ازاي. بس مستغناش عنكم ابدا يا حبايبي، وسلطات وبنجر وتجيلوا بقى، فاهمين.
بصوا 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 استوى ازاي، هم بيوروكوا ان هو استوى. بصوا الله. يلا حبايبي، باي باي والسلام عليكم.